أصعب وجع مش دايما بيكون من شخص غريب، ساعات بيكون من صاحب كنت فاكر إنه أخ. فهل فعلا الصاحب الحقيقي بقى نادر، ولا إحنا بقينا بنفهم الصداقة بشكل مختلف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاوز أسألكم سؤال: هل عندكم صاحب تقدروا تكلموه في أي وقت من غير ما تحسوا إنكم تقال عليه؟ اسأل نفسك، كام صاحب كان في حياتك من 5 سنين، وكام واحد منهم لسه موجود دلوقتي؟ أنا مؤمنة جدًا إن الصداقة من أجمل النعم اللي ربنا بيرزق بيها الإنسان، لكن في نفس الوقت من أكتر العلاقات اللي ممكن توجعنا هي علاقة الصداقة، لأننا مش بنتوقع الأذى من صاحب. أوقات بنفتكر إن الصاحب هيكون موجود في كل الظروف، لكن الحياة بتفاجئنا في أصحاب بيبقوا معاك طول الوقت طالما كل حاجة ماشية كويس، لكن أول ما تقع تلاقيهم اختفوا. وساعتها بتفهم إن مش كل اللي كانوا حواليك كانوا أصحاب. في فرق كبير بين شخص بيعرفك وشخص بيحبك، وفي فرق أكبر بين شخص بيحب وجودك وشخص بيحب مصلحته عندك. وأصعب حاجة لما تكتشف إنك كنت بتدي العلاقة أكتر بكتير من ما كنت بتاخد. بتبعت، بتسأل، تفتكر، تسامح، وتبدأ أنت بالكلام كل مرة، لحد ما في يوم تسأل نفسك: هو أنا لو سكت العلاقة دي هتفضل موجودة؟ وأوقات الإجابة بتكون مؤلمة، لكن خلّيني أقول لك حاجة مهمة: مش كل صاحب بعيد عنك يبقى شخص وِحِش. الحياة بتتغيّر، في حد اتجوّز، وفي حد اشتغل، وفي حد مسؤوليته زادت، وفي حد ظروفه النفسية صعبة. علشان كده قبل ما نحكم على الناس لازم نلتمس لهم العذر، لكن برضه في أصحاب وجودهم في حياتنا بقى مؤذي، اللي يقلل منك باستمرار، اللي يستهزأ بأحلامك، اللي يغير منك، اللي يفرح في فشلك، اللي يختفي وقت الشدة ويظهر في وقت المصلحة. دول لازم تعرف إن قربهم مش مكسب. الصاحب الحقيقي هو اللي يفرح لنجاحك كأنه نجاحه، اللي يدعيلك من قلبه، اللي ينصحك حتى لو كلامه مش على هواك، اللي يشجعك لما تقع، مش اللي يضحك عليك. وفي حاجة كمان لاحظتها: كل ما الإنسان بيكبر عدد أصحابه بيقل، لكن جودة العلاقة بتزيد، لإنك ما بقيتش محتاج 100 صاحب، أنت محتاج صاحب واحد بس يكون سند. وافتكر دايمًا كلام النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب ساحب، وده معناه إن الصحبة بتأثر فينا أكتر ما إحنا متخيلين. لو أصحابك بيشجعوك على الخير هتقرب من ربنا أكتر، ولو بيشجعوك على الغلط ممكن يبعدوك عن الطريق الصح. علشان كده اختيار الصاحب مش رفاهية، ده قرار ممكن وقد يكون أكيد يغير حياتك. وبرضه وانت بتدور على الصاحب الكويس اسأل نفسك: هل أنا أصلا صاحب كويس؟ هل أنا بسأل؟ هل أنا بسمع؟ هل أنا بحفظ الأسرار؟ هل أنا بفرح لغيري؟ هل أنا موجود وقت الشدة؟ لأن كلنا بندور على صاحب وفي. علشان كده احنا لازم نسأل نفسنا: هل احنا فعلا أوفياء؟ وفي النهاية ممكن تخسر أصحاب كتير في حياتك، وده طبيعي، لكن ما تخلّيش أي تجربة تخلّيك تقفل قلبك. لسه في ناس محترمة، ولسه في أصحاب بجد، يمكن يكونوا قليلين بس وجودهم بالدنيا. وقبل أمّا أختم عاوزة أسألكم سؤال: إيه الصفة اللي بالنسبة لكم لازم تكون موجودة في الصاحب الحقيقي؟ اكتبوها لي تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وربنا يرزقنا جميعا الصحبة الصالحة والناس اللي تكون عون لينا على الخير، ويبعد عننا كل علاقة بتأذينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.